السلام عليكم. يوم أمس القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبال النوبة حققت انتصارات تاريخية جدا على ميليشيا الحركة الشعبية شمال بقيادة المجرم عبد العزيز الحلو. طبعا كلنا بنعلم بأنه في وقف إطلاق نار مبرم منذ 2012 ما بين الحكومة السودانية آنذاك حكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وبعدين حتى بعد الثورة كان الإطلاق النار موقع مع القوات المسلحة، ووقف إطلاق نار مستمر ودائم ما بين الطرفين، يعني ما في أعمال عدائية لا بين الحركة الشعبية ولا بين القوات المسلحة. فإذ إنه الحركة الشعبية بعد بداية الحرب بدأت إنها تتحرش بالقوات المسلحة وإنها تعتدي على القوات المسلحة وتتمدد في مناطق القوات المسلحة، وآخرها مشوا تحالفوا مع ميليشيا الدعم السري وأصبحوا يتحملوا وزر كل الجرائم اللي بتحصل في السودان من قبل ميليشيا الدعم السري يتحملها عبد العزيز الحلو والحركة الشعبية. فالقوات المسلحة يعني صابرة للحركة الشعبية ودائما ما بتخاطبهم بخطابات زائد الاجتماع اللي حصل كان في جوبا والاجتماع اللي حصل في إريتريا ومخاطبة رئيس مجلس السيادة لعبد العزيز الحلو من مباني الأمم المتحدة، فهو مصر على موقفه ده لحد يوم أمس. القوات المسلحة عملت اكتساح بري لعبد العزيز الحلو وميليشياته في منطقة موريب ومنطقة قردوت ناما، وكذلك في المناطق اللي حول منطقة تبسا وغيرها. أكثر من 8 منطقة تم تحريرها بالكامل اللي هي في محلية أبكرشولة وكذلك في العباسية تقلي، وتم كنسه بالكامل وتنظيف مناطق كان بيحتلها من 2012 ومناطق كان منذ الحكومة بتاعت المؤتمر الوطني. في يوم أمس تم كنسه بالكامل، وبإذن الله سبحانه وتعالى هيتم كنسه من منطقة هيبان، وبإذن الله هيكون يرجع يتدسى تاني في كاودة، ولا بإذن الله السنة دي برضه هتتحرر وما يكون في أي تاني تمرد في السودان. الحركة الشعبية القوات المسلحة صبرت لها صبر كثير، وهي مستمرة في الاعتداء على المواطنين. آخرهم الجريمة اللي ارتكبته في المناطق اللي تم تحريرها يوم أمس اللي هي منطقة تبسا وموريب وكذلك قردوت نام. المناطق دي كان بيجندوا فوق الناس بالجور. الحمد لله الناس طلعت اتكلمت والناس عملت فيديوهات وكذا. القوات المسلحة استجابت وتحركت وحررت المناطق دي وأنحت المعاناة بتاعت المدنيين. وأيضا الحركة الشعبية مستمرة كانت في محاجمة المناطق اللي بتربط ما بين كادوغلي والدلنج، وده أمر مستغرب. أنت بتدعي بأنك بتقاتل باسم الشعوب الموجودة في جبال النوبة، فكيف أنت عايز تفرض حصار على أكبر مدينتين في جبال النوبة اللي هي الدلنج وكادوغلي وعايز تخلي المدنيين يموتوا جوا؟ وقد كان في ناس عانت جدا لدرجة كان بتاكل في الطرق بتاع الشجر أو الصفق بتاع الشجر. فده أمر مستغرب جدا من دعاة الحركة الشعبية المجرمين اللي هم بيناصروا في ميليشيا الدعم السري. فالعموم مبروك الانتصارات، وبإذن الله الكسح ده مستمر ولن نستثنى أحد. تحية لكم جميعا.